فهذا وصفه. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى. والرواية في الساعة بالنصب وبالرفع: بعثت أنا والساعة كهاتين، وبعثت أنا والساعة كهاتين، على أن رواية النصب مترجحة، ذلك أن هذا الموقع يتنازعه العطف والقول بالمعية، والعطف مقدم على القول بالمعية إلا إذا حال دونه حائل إما من اللفظ وإما من المعنى. فإن قلت جئت وزيدا كان الأفضل النصب للرفع، لأنك إن رفعت أدى بك ذلك إلى أن تعطف على ضمير الرفع المتصل. وإن قلت جئت أنا وزيد جاز الرفع، لأن العطف على الضمير المنفصل جائز. وقد يكون المانع من العطف كذلك مانعا معنويا، كما في قولهم: مات زيد وطلوع الشمس، فلو رفع لأوهم ذلك بموت طلوع الشمس، وهو مستحيل. فحينما لا يمكن المصير إلى العطف لا بد من المصير حينئذ إلى النصب. وهذا ذكره ابن مالك في ألفيته. والعطف إن يمكن بلا ضعف نحق، والنصب مختار لدى ضعف النسق. والنصب في هذا الباب مختار لداع معنوي، وهو أن البعثة للنبي صلى الله عليه وسلم وليست بعثة للساعة، إلا إذا أخذنا البعثة بمعنى المجازي فاستخدمناه استخدامين، فقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث وأن الساعة كذلك بعثت. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، مشيرا إلى اتصالهما وأنهما متقاربان. فهذا التشبيه يفيد الاتصال من جهة، فلا واسطة بين السبابة والوسطى فهما متلاصقتان، ولا نبوة بين محمد صلى الله عليه وسلم والساعة. ثم لا تفاوت إلا يسيرا بين زمن البعثة وزمن قيام الساعة. وقد يقال إن الحديث قد قيل منذ 15 قرنا والساعة لم تقوم بعد. والساعة إذا نظر إليها بأعمال الأمم فإن الأمة الإسلامية في الترتيب الحضاري تعتبر حديثة الميلاد، وليس عمرها عمرا كبيرا إذا ما قيست بالحضارات التي صار عمرها آلاف السنين. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بهذا إلى قرب الساعة، ويباشر كل إنسان مصيره حينما يلقى ربه وحينما ينتهي أجله.